بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم أجمل تحية وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في فصل الختام، حيث المنافسة من أجل الذهب والتتويج من أرض التاج، حيث الأحلام تلامس السماء والطموحات تبلغ مداها في نهائي لا يشبه إلا سواه نهائي الدور العراقي تحت 21 عام، حيث ممثل الجنوب وسفانة البصرة نادي الميناء وبين أبناء العاصمة الطامحين لكتابة فصل جديد في سجل الإنجازات نادي أمانة بغداد. شباب بأقدامهم حلم وفي قلوبهم شغف، واليوم لا مجال للتراجع ولا وقت للندم، فأما الكأس والتتويج أو الانتظار من جديد. أمانة بغداد متصدر مجموعته برصيد 42 نقطة، والميناء متصدر مجموعته برصيد 41 نقطة. مباراة الختام، فصل التتويج، ليلة الذهب والفضة، ليلة المركز الأول والوصيف ما بين الميناء على الجهة اليمنى بالألوان الزرقاء وأمانة بغداد من الجهة اليسرى بألوان السمائية. صافرة الحكم عباس صالح هي من تضبط أحداث هذه المباراة والتسديدة، لكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا الطاقم التحكيمي اللي يقود مجريات هذه المباراة مع الحكم الأول عباس صالح، يساعد محمد حامد كيوان، والرابع حسين ماجد. أيضا تشكيلة الفريقين، أمانة بغداد اللي يبدأ بحراسة المرمى صادق محمد طاهر، وبخط الدفاع حسن محمد، جعفر اياد، ليث شاب، وحسن علي. بخط المنتصف ابراهيم حميد، حسين غزوان، حسين احمد عليوي. وبخط المقدمة نور العباس مهدي، ومقتدى رعد، والمهاجم حسين ضياء. هذه هي اسماء فريق امانة بغداد. وتشكيلة فريق الميناء بحراسة المرمى عمار علي، وبخط الدفاع حسين عبد القادر، محمد قاسم، مهدي هاشم، محمد كريم. بمنتصف الملعب محمد صالح وناجي ناصر، حسن حامد. وبخط المقدمة زيد علي، حسين مقدام، وفيصل غازي. هذه هي اسماء تشكيلة الفريقين. هنالك كريم كردي ومحمد سعدون بإدارة فريق أمانة بغداد، وبالنسبة لفريق الميناء مع المدرب علي جاسم سلمان. هذه الكرة تصل الآن بمنتصف الملعب، عملية تشتيت الخطر وإبعاد الكرة على الطرف الأيسر، لكن لاعبين فريق أمانة بغداد هم الأقرب بهذا التوقيت. صافرة تواجدت بهذه الأثناء، والمخالفة الآن لمصلحة أمانة بغداد على التنفيذ بهذه اللحظات. وبالخطوط الدفاعية بالنسبة لأمانة بغداد، تصل الكرة من الطرف الأيمن انطلاقا اللي مرت بالكرة الماضية على لاعب مقتدى رعد، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. مباراة النهائية بعدما وصل أمانة بغداد وفريق الميناء لهذه المباراة، مباراة البطل، مباراة التتويج للدوري العراقي تحت 21 عام، فئة الرديف. هذه فئة المستقبل، اللاعبين اللي يبحثون أن يكتبون أسماءهم بأحرف من ذهب، وهذه هي الضربة الركنية بالنسبة لأمانة بغداد بهذه اللحظات. أيضا الكرة من الطرف الأيمن بالنسبة لأمانة بغداد، ضربة ركنية بهذا التوقيت. ملعب التاجي اللي يحتضن هذه القمة الكروية، عالية الكرة، وحارس المرمى يتصدى عمار علي لهذه الكرة. عمار علي تكلم عن الحارس اللي يمتلك برصيدة 13 كلين شيت من أصل 22 مباراة مع الميناء، حارس مرمى فريق السفانة. والكرة تصل إلى رمية جانبية من الطرف الأيسر الآن على التنفيذ بهذه اللحظات لأمانة بغداد. تنفذ الكرة من الطرف الأيسر، استعادة الآن، لكن الكرة بإبعادهم بهذه اللحظات، والكرة على الطرف الأيسر. تنفذ الآن الكرة، لا زالت قائمة بالنسبة للميناء، لكنها رمية جانبية بهذا التوقيت. مرت الكرة على أو إلى خارج الملعب، رمية جانبية تنفذ، والكرة لا زالت بهذا التوقيت. ننتظر الآن ونشاهد. تكلمنا عن حراس المرمى، عن حارس مرمى الميناء عمار علي عبد الحسين، حارس مرمى منتخب ناشئين العراق، وهو حامل عرين بالنسبة لفريق الميناء. وهذه كرة من الطرف الأيسر الآن، تحضير بالنسبة لأمانة بغداد اللي يريد أن يبحث عن مساحات من الأطراف، يلعب من الطرف الأيسر بالأخص تحديدا
اللي يبحث عن أي مساحة تذكر. ها هنا الكرة لمقتدى رعد، مقتدى رعد والكرة إلى خارج الملعب. تدخل ممتاز عن طريق المدافع حسين عبد القادر، مدافع فريق الميناء اللي شتت الخطر بالكرة الماضية. أيضا ليث شهاب متخصص للكرات الثابتة، والكرة من الطرف الأيمن بالنسبة لأمانة بغداد. تكلم عن ملعب التاجي اللي يحتضن هذه المباراة النهائية. فريق الميناء اللي وصل بفئات العمرية مع الناشئين والشباب والرديف لكل المباريات النهائية لجميع الدوريات. فريق السفانة يعيش أفضل حالاته على مستوى الفئات العمرية. وهنا ننتظر الآن. نتكلم أيضا عن الميناء اللي سيواجه فريق زاخو غدا، وهذه الكرة الآن بانتظار عملية التنفيذ بهذا التوقيت. كرة من الطرف الأيمن، أمانة بغداد بشوط المباراة الأول بضغط عالي يريد أن يسجل أول أهداف اللقاء. هذه كرة عالية والرأسية، بعد ذلك شتت الخطر وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. أيضا ضربة ركنية قدم على تنفيذها إبراهيم حميد. هذا الموسم الرابع للاعب إبراهيم حميد على التنفيذ الآن. إبراهيم بالرقم 8 من الطرف الأيسر على التنفيذ. الكرة داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت إلى خارج الملعب. ضربة الركنية الثالثة بالنسبة لفريق أمانة بغداد اللي يحاول من خلالها أن يصل ويسجل، ولكن الكرة لحارس المرمى الآن عمار علي عبد الحسين بحديث مع حكم اللقاء عباس صالح، لكن بهذا التوقيت. إذن الكرة لمصلحة الميناء. الميناء لحد هذه اللحظة لم يصل سوى تسديدة واحدة كانت على مرمى الحارس صادق محمد طاهر من ضربة حرة مباشرة من أكثر من 35 متر كانت، لكن لحد هذه اللحظة اللاعبين يبحثون عن الدخول بأجواء اللقاء بصورة أكبر. إذن الكرات العالية وإرسالها بعد ذلك بمنتصف الملعب، تشتيت الخطر وعلى مرتين من الطرف الأيسر. نتكلم عن اللاعب جعفر آيات بالرقم 25. هذه كرة للميناء من اليسار لكنها تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية جانبية وبانتظار أن نشاهد أول أهداف اللقاء. من بإمكانه أن يسجل وأن يضيف أول أهداف هذه المباراة هذا محمد كريم على التنفيذ. ظهير الأيسر لفريق الميناء تنفذ الكرة لكن مطالبة بالمخالفة، وحكم اللقاء عباس صالح يطالب باستمرارية اللعب. كرة تعود الآن عن طريق اللاعب حسين عبد القادر، تمريرة عالية تصل من الطرف الأيسر، بعد ذلك صراع بدني حاضر ما بين اللاعبين، والكرة لمصلحة الميناء بعدما كانت عند اللاعب محمد صالح تصل من الطرف الأيمن، لكن هنا تشتيت الخطر وإبعادها بهذا التوقيت. فئة الرديف هذه الفئة اللي هم لاعبين المستقبل، من سيمثلون منتخباتنا الوطنية ومن ستبرز أسمائهم على مستوى دورياتنا. هذه كرة تصل من الطرف الأيمن بالنسبة لمقتدى، لكن مرت على مقتدى رعد هذه الكرة، وبذلك عمار علي هو الأقرب للوقوف على كرة وتهدئة الأوضاع. تكلم عن نادي أمانة بغداد هذا الموسم دور المجموعات اللي لعب 21 مباراة، فاز ب 12 مباراة وتعادل ب6 مباريات وخسر فقط ب3 مباريات، سجل 43 هدف واستقبل 14 هدف. هذه الكرة الآن تنفذ من الطرف الأيسر والبحث عن المساندة، لكن كرة تمرت إلى خارج الملعب. توجيهات لا زالت حاضرة، كلام مع اللاعبين، تكلم عن المدربين كريم كرتي محمد السعدون مع أمانة بغداد. وبالنسبة للميناء علي جاسم سلمان اللي لعب وإحصائياته جدا ممتازة هذا الموسم مع فريق الميناء، لعب 26 مباراة، فاز ب 19 مباراة، خسر فقط ب4 مباريات وتعادل ب3. هذه كرة لأمانة بغداد وتشتيت الخطر حاضر بهذا التوقيت. الكرة مرت الآن، لاعبين يحتاجون لشوية وقت للدخول بعمق اللقاء بصورة أكبر، قريبين من الدخول بالدقيقة 20. وهنا الرأسية تعود مرة أخرى، دربكة دفاعية من لاعبين أمانة بغداد والبحث عن الكرات السريعة، لكن الأقرب هنالك على الطرف الأيسر. نعم بالرقم 20 بالنسبة لفريق الميناء محمد قاسم، هو من يرتدي الرقم 20 اللاعب محمد قاسم، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب.
من اليسار الآن. لاعبين أيضا يحتاجون للتركيز، رغم أن يجب أن نذكر بأن الأجواء حارة على مستوى حالة الطقس. المباراة تقام بالساعة 4:30 ظهرا، ويجب أن يقدمون أفضل ما لديهم. هذه الكرة اللي تصل من الطرف الأيسر، وبذلك أمانة بغداد هم الأخطر. نعم، وجود راية أوفسايد بهذه الكرة، لكن صراحة تكلم عن لاعبين أمانة بغداد هم الأقرب وهم الأخطر حتى هذه الدقيقة. أما الميناء يبحث بأن يدخل بتفاصيل أكبر بهذه المباراة، والكرة تصل من الطرف الأيمن الآن، رأسية حاضرة ودربكة دفاعية، وبذلك الميناء يبحث عن الوصول. هذا هو الهداف، هذا هو الخطير، لكن مرت على حسن حامد بهذه اللحظات. تصل الكرة الآن إلى خارج الملعب. تكلم عن الأرقام، 13 هدف نسبة للاعب حسن حامد. هنا الحاضرين متواجدين مع أمانة بغداد والميناء عفوا. كرة من اليسار الآن، أمانة بغداد اللي لا زال بنفس طريقة لعبه، يصل من الطرف الأيسر. هنا الرأسية لا زالت قائمة داخل منطقة الجزاء. فريق أمانة بغداد يريد إضافة أول أهداف في اللقاء. نتكلم عن الأرقام، نتكلم عن الإحصائيات. كريم كردي والعشق اللي لا زال للبحث عن الإنجازات وعن التتويج. كرة من الطرف الأيسر الآن تنفذ. عملية الاستحواذ لا زالت في حوزة فريق أمانة بغداد، وهذه الكرة اللي تلعب بصورة سريعة، وهنا الانطلاق نحو الأمام. تصل بمنتصف الملعب، بعد ذلك من اليسار عملية البحث عن الحلول. كرات العالية هل تكون هي الحل؟ لكن لا بعيدة على اللاعب مقتدى رعد، وسهلا لحارس المرمى عمار علي عبد الحسين. تمرير الآن لزميل حسين عبد القادر. مباراة نهائية تنتظر البطل، تنتظر التتويج بهذه القمة الكروية اللي يحتضنها ملعب التاجي. وهذه لمسة من الطرف الأيمن، مقتدى والسرعة والمهارة والتمريرة الذكية، لكنها اصطدت بهذا التوقيت. تصل الآن سريعة داخل منطقة الجزاء، تشتيت الخطر والإبعاد بهذه الكيفية. فريق الميناء لا زال يبحث عن الدخول بعمق اللقاء بصورة أكبر، يبحث عن استغلال المساحات. هنا المرور الجميل، لكن تصل الكرة على الطرف الأيسر، لا زالت عند زميله بعدما كانت للميناء ولا زالت قائمة عند اللاعب اللي مررها فيصل غازي، وبذلك الكرة على الطرف الأيسر الآن. عملية التشتيت وتمريرة أرضية من الطرف الأيسر بالنسبة لفريق أمانة بغداد. عملية إخراج الكرة من الخطوط الدفاعية مسؤولية تعتبر صعبة، لكن اللاعبين يتمتعون بالثقة العالية. والكرة من الطرف الأيسر الآن. تكلم عن فريق الميناء، هذا الفريق العريق بكل فئات العمرية، ووصل لثلاث نهائيات مختلفة على مستوى الفئات العمرية، من الناشئين والشباب والرديف اللي تلعب أمامك عزيزي المشاهد بالصورة اليوم أمام أمانة بغداد. وهذه الكرة من الطرف الأيمن الآن، تمريرة وصلت عن طريق اللاعب محمد كريم إلى حسين عبد القادر، وتبادل التمريرات الآن. محمد كريم يمرر بصورة سريعة، والكرة مرت إلى خارج الملعب. سفانة الجنوب اللي يحلون ضيفا على أمانة بغداد بهذه المباراة النهائية. نعم، ملعب محايد، هو ليس ملعب أمانة بغداد تحديدا، لكن نتكلم عن الضيوف اللي اليوم متواجدين في العاصمة العراقية بغداد. طريقة هنا أيضا تتوقف المباراة لشرب المياه والتقاط الأنفاس. حالة الطقس حارة الأجواء، وهنا اللاعبين يستغلون بعضا من الأوقات من أجل العودة لأحداث اللعب. إذا رمية جانبية تنفذ. مباراة تحتاج إلى أهداف. من يسجل أول أهداف اللقاء؟ هنا كرة تعود من الطرف الأيسر بالنسبة لأمانة بغداد. عملية قطع الكرة الآن، لكن القوة البدنية عن طريق اللاعب ناجي ناصر. وهنا الكرة لا زالت أمانة بغداد يريد الوصول أولا. هنالك لاعب مستلقي على أرضية الملعب، دوران ممتاز مع الكرة وتحضير للقائد ناجي 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 ناجي، والتمريرة لكن تعود إلى حارس المرمى صادق محمد طاهر. صادق محمد طاهر من محافظة ميسان اللي يمثل فريق أمانة بغداد. والكرة من الطرف الأيسر الآن،
أجواء نوعا ما تعتبر صعبة على الفريقين، فهي مباراة نهائية ليست مباراة 3 نقاط أو بدور المجموعات. لا لا لا، الأمور تختلف اليوم. مباراة التتويج، مباراة اللقب، مباراة المركز الأول والوصيف. الكرة مرت إلى رمية جانبي، على ما يبدو لاعب يشكو من إصابة. محمد كريم على ما أعتقد لاعب فريق الميناء. نعم، محمد كريم هو من يسقط متأثرا بالإصابة ويتدخل الكادر الطبي. سلامات. تكلم أيضا على المدرب محمد سعدون اللي تربطه ذكريات سيئة مع هذا الملعب، ملعب التاجي، لأنه خسر نهائي دوري الشباب موسم 2021 بركلات الترجيح ضد الشرطة. توقف المباراة الآن للاطمئنان على سلامة اللاعب محمد كريم، والنتيجة لا زالت من دون أهداف. وصلنا للدقيقة 25 والفريقين لم يسجلون أهداف. أمانة بغداد هو اللي يستحوذ ويسيطر على المباراة في أغلب الفترات، أما الميناء يبحث عن التركيز بصورة أكبر والدخول بعمق اللقاء بصورة أكبر ومحاولة البحث عن الوصول لمرمى أمانة بغداد، وأيضا أعطاء بعض التركيز من اللاعبين وأيضا توجيهات من المدربين، وكلام لا زال حاضرا بهذه المباراة. نتكلم عن هؤلاء المدربين أيضا هم من أخرجوا هذه الفئات العمرية والنجوم المستقبل على مستوى السنوات اللي مرت، واليوم العودة مرة أخرى من أجل تقديم الإضافة. سنوات تمر والمواهب لا زالت بزيادة. تأمنا العراق بلد المواهب، لكن يحتاجون لشوية تركيز. وها هنا الكرة تنفذ للميناء والرأسية بعد ذلك الإبعاد. ها هنا الكرة من الطرف الأيسر، طلاقة لأمانة بغداد. يا سلام على المرور الجميل والمهارة الفردية، لكن الكرة مستخلصة بمنتصف الملعب عن طريق اللاعب محمد صالح، وتبادل التمريرات الآن. شوف التمويه الجميل، شوف النقلات المميزة، التركيز المفقود بالكرة الماضية. طالت الكرة واستعادة لأمانة بغداد. هذه انطلاقة، حسين يتدخل، حسين عبد القادر، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. كان يبحث من خلالها اللاعب فيصل غازي، لكن الكرة إلى رمية تماس. على التنفيذ الآن جعفر آيات. جعفر آيات يبحث عن التنفيذ بكرة سريعة من الطرف الأيمن، لكن هنا تعود من اليسار. الصراع البدني والقوة البدنية، ويبحث من خلالها كلا الفريقين بأن يقدمون أفضل ما لديهم. مباراة نهائية، في حالة تعادل الذهاب إلى الأشواط الإضافية، وأيضا في حالة تعادل سنذهب لركلات الترجيح. لكن على ما أعتقد الأهداف ستكون حاضرة، رغم أن المساحات نوعا ما مغلقة من جانب فريق أمانة بغداد، لكن هنا الكرة لا زالت حاضرة بمنتصف أرضية الملعب، والمخالفة متواجدة عن طريق الحكم عباس صالح اللي يؤكدها بهذه اللحظات. مباراة من دون أهداف، نعم. عملية الوصول بأكثر من مناسبة بالنسبة لأمانة بغداد. لحد هذه اللحظة لم نشاهد ردة الفعل بالنسبة لسفانة الجنوب. فريق الميناء يبحث عن التركيز بصورة أكبر، لكن هنا كرة بالنسبة لأمانة بغداد تنفذ سريعة داخل منطقة الجزاء وإلى خارج الملعب. على ما يبدو اصطدت بأحد لاعبين فريق أمانة بغداد أو فريق الميناء. ماذا يؤكد حكم اللقاء؟ ضربة ركنية، نعم. ليث شهاب على التنفيذ. ليث شهاب بالنسبة لفريق أمانة بغداد. الضربة الركنية الرابعة بشوط المباراة الأول. هل يستغل الكرات الثابتة فريق أمانة بغداد؟ لنشاهد بهذه الدقائق. على التنفيذ، أين ستكون هذه الكرة ومن سيكملها؟ هذه كرة لأمانة بغداد، والحارس الكبير الممتاز عمار علي بتشتيت الخطورة وإبعادها إلى خارج الملعب. سلامات حارس المرمى عمار علي. هل يشكو من إصابة؟ أبعد الكرة بصورة جدا جميلة، وبذلك يشكو من إصابة على ما أعتقد بهذه اللحظات. نتمنى السلامة للكل، للجميع، لا نتمنى أن نشاهد الإصابات بهذه المباراة. إذن ضربة ركنية خامسة وبانتظار استئناف اللعب.
والكادر الطبي يتدخل للمرة الثانية بهذه اللحظات للإطمئنان على سلامة الحارس عمار علي. 22 مباراة هذا الموسم، 13 مباراة لم يتلقى فيها أهداف، وبذلك لا زال مستلقيا على أرضية الملعب. سلامات للحارس عمار علي. هل بإمكان المتابعة؟ نتمنى أن تكون إصابة طفيفة وأن ينهض من أجل متابعة اللعب. أيضا حديث ما بين اللاعبين، والضربة الركنية الخامسة لأمانة بغداد حتى هذه اللحظة الدقيقة 30. دخلنا بالدقيقة 30 وخامس الركنيات بالنسبة لأمانة بغداد. وعلى التنفيذ هنا الجماهير الحاضرة والمؤازرة والعاشقة من أجل ليلة التتويج، مباراة الختام. هنا على التنفيذ بانتظار الصافرة من حكم اللقاء عباس صالح، وبذلك الصافرة تصل. وعلى التنفيذ الآن الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية والإبعاد على مرتين. السرعة حاضرة الآن، والكرة من الطرف الأيمن العرضية العالية والرأسية بعد ذلك إلى خارج الملعب. رأسية كانت بعيدة بعدما نفذها أو عرضها اللاعب جعفر آيات، وبذلك الكرة إلى ضربة ركنية. هذه المرة الضربة السادسة بالنسبة لفريق أمانة بغداد. لم يستغل الكرات الثابتة حتى اللحظة، لكن هنا ضربة ركنية بالنسبة لأمانة بغداد على التنفيذ. الكرات الثابتة والاستغلال، أبناء العاصمة يبحثون من خلالها عن تسجيل أول أهداف اللقاء. بانتظار الآن عباس صالح، وعلى التنفيذ الآن من الطرف الأيمن لأمانة بغداد. يتقدم الآن الكرة العالية لكنها مرت إلى خارج الملعب. كرة إلى خارج الملعب. عمار علي رغم أنه نهض من أجل المتابعة، لكن على ما يبدو يعاني من بعض الانزعاجات على مستوى القدم اليمنى. سلامات يا عمار، وبالسلامة لكل اللاعبين. لا نتمنى مشاهدة الإصابات بهذه المباراة. أيضا كرة تنفذ عن طريق لاعبين الميناء، تلعب من الطرف الأيسر، وبذلك البحث عن المساحات. هنا التحضير، لكن المساحة حكم اللقاء يؤكد مخالفة بهذا التوقيت. مخالفة بالنسبة لفريق الميناء. على التنفيذ الآن مخالفة لفريق الميناء. على التنفيذ الآن من هذه المساحة، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، وحارس المرمى يتقدم والكرة تمر إلى خارج الملعب. كان من الممكن أن يكون قريب أن يلعب بالنار حارس المرمى صادق محمد طاهر، لكن الكرة انتهى بها المطاف إلى خارج الملعب. مباراة حتى اللحظة من دون أهداف، وعملية استغلال الأوقات. طلب من المدرب لشرب المياه والتقاط الأنفاس. أيضا نتيجة المباراة لا زالت من دون أهداف، ويبحثون من خلالها بأن يسجلون الأهداف الفريقين، لكن المباراة متوقفة الآن لشرب المياه والتقاط الأنفاس، وهي فرصة أيضا من أجل الراحة بالنسبة للاعبين. الأجواء حارة على مستوى حالة الطقس، وبذلك يحتاجون للتوقف لأكثر من مناسبة. لا زالت الجماهير الحاضرة المتواجدة بملعب التاجي ينتظرون البطل ويؤازرون بهذه الأمسية. الجماهير المتواجدة بملعب التاجي. أيضا لحظات ثم العودة لأجواء اللقاء، وبذلك أمانة بغداد والميناء. فريق أمانة بغداد الفريق الأول يلقب بأسود العاصمة، أما هؤلاء اليوم ليوث العاصمة نسبة لأمانة بغداد. أما لا يجب أن ننسى السفانة، فريق الميناء، سفانة الجنوب اللي تحركت الأشرعة أو رفعت الأشرعة وتحركت السفن، ووصلوا اليوم إلى المباراة الختامية. لحظات ثم العودة لأجواء المباراة. لا زال يعاني من الإصابة على ما أعتقد الحارس عمار علي، وبذلك الكرة ضربة ركنية على ما أعتقد، نعم، للميناء.
كورنر للسفانة. توجيهات لا زالت حاضرة. علي جاسم سلمان مدرب الميناء. وضربة ركنية الآن للسفانة على التنفيذ بهذه اللحظات من الجهة اليمنى للميناء داخل منطقة الجزاء، والدربكة الآن، والكرة مرت ولا زالت لم تغادر داخل المستطيل. الآن غادرت بعد التشتيت اللي حضر، والكرة إلى ضربة مرمى للحارس صادق محمد طاهر. صادق محمد على التنفيذ، هذا الحارس من محافظة ميسان. والكرة الآن لحارس المرمى على التنفيذ. تكلم عن صدارة المجموعتين، مجموعة أمانة بغداد اللي هو متصدر مجموعته برصيد 42 نقطة، والميناء متصدر مجموعته برصيد 41 نقطة. وصيف مجموعة أمانة بغداد نادي كربلاء والحدود أيضا بنفس الرصيد 41 نقطة. ونتكلم عن الميناء بمجموعتهم والوصيف فريق نفط البصرة برصيد 36 نقطة، يعني بفارق 5 نقاط أو 6 نقاط، خمس نقاط الفارق بين الميناء ونفط البصرة. والكرة الآن تمر إلى رمية جانبية لفريق أمانة بغداد. مباراة تحتاج إلى الهدف. شوط المباراة الأول حتى اللحظة غائب الأهداف، ولكن بانتظار هل من الممكن أن تصل المفاجأة هنا الصافرة من عباس صالح يؤكد من خلالها مخالفة لفريق الميناء. حديث من اللاعبين، هذا هو القائد الكابتن إبراهيم حميد، والقائد الآخر ناجي ناصر، وبذلك هي مخالفة لفريق الميناء من الجهة اليوم. الميناء أيضا غدا نتكلم عن الفئات العمرية، غدا ستكون المباراة النهائية تحت 19 عام بين زاخو والميناء. أيضا كرة تصل من الطرف الأيسر، حارس المرمى صادق محمد طاهر. تنفذ الكرة لكن هنالك راية على ما أعتقد، لم ينفذها بصورة المطلوبة أو لم ينتظر الصافرة. الآن الكرة لأمانة بغداد على التنفيذ. شوط المباراة الأول دقائق لا زالت تمر ولا زالت تنقضي، والمباراة لا زالت من دون أهداف. أمانة بغداد هدد بمناسبة والميناء وصل بمناسبة، ولا زالت حرب الاستحواذ والسيطرة على اللعب واستحواذ الكرة. لكن الكرة مرت عليك يا حسين عبد القادر، تصل الآن لمصلحة الميناء. تمريرة سريعة لمصلحة السفانة، هذه خطيرة، فرصة. الله 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 الله، القائم الأيمن يحرم فريق الميناء من إضافة أول الأهداف بكرة خطيرة كانت باللقطة الماضية، لكنها مرت بصورة غريبة وتصل مرة أخرى. الميناء بدأ يتحرك فريق الميناء. فرصة خطيرة كانت بالنسبة للسفانة، لكن القائم الأيمن هو من تصدى لهذه الفرصة. والكرة تعود الآن بهذه اللحظات، صراع بدني يخسرها محمد صالح، تعود لأمانة بغداد. صراع بدني لا زال حاضر، لكن الكرة بمنتصف الملعب، وبذلك صافرة من عباس صالح. مخالفة على اللاعب مهدي هاشم بالرقم 66. وهنا اللقطة الجميلة، لقطة الاعتذار والروح الرياضية العالية المتواجدة ما بين اللاعبين وما بين الفريقين. هذه هي المواجهة الثالثة ما بين الفريقين. الموسم السابق تواجهوا مباراة فاز فيها أمانة بغداد 3-1، والمباراة الأخرى فاز فيها الميناء 2-0. هنا المواجهة الثالثة ما بين الفريقين. كرة سريعة ملعوبة على اليسار، لكن تسرع فيها، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة وتصل لحارس المرمى عمار علي. فئات العمرية وبالأخص الرديف والشباب والناشئين، هذه هم نجوم المستقبل، يجب من الكل الاهتمام بهذه الفئات العمرية. فهنا تصنع المواهب وهنا تنطلق نحو النجومية. والكرة الآن لمصلحة فريق الميناء، دقائق لا زالت تمر
والهدف لا زال غائبا حتى هذه الدقيقة. كرة من الطرف الأيسر لا زالت حاضرة لكن مقطوعة على مرتين. حسين عبد القادر اللي يبحث، وهنا تشتيت الخطر بمنتصف الملعب، وبعد ذلك الكرات لأمانة بغداد. هذه ممكن خطيرة تسرع فيها، لكن عودة دفاعية وتشتيت الخطر على مرتين، بذلك تصل لفريق الميناء انطلاقة نحو الأمام، إيجاد المساحات، إيجاد الحلول، لكن الكرة إلى خارج الملعب. الكرة إلى خارج الملعب، توجيهات لا زالت حاضرا. مدرب كريم كردي مدرب أمانة بغداد واللي يعطي التوجيهات بهذه اللحظات. إذن تصل الكرة من الطرف الأيسر إلى خارج الملعب. حديث أيضا حاضر مع الطاقم التحكيمي. والكرة إلى رمية تماس بالنسبة لأمانة بغداد. تنفذ الكرة بصورة سريعة، وبعد ذلك لا زالت قائمة لم تغادر بعد. هنا الكرات العالية، البحث عن اللاعب السريع، اللاعب مقتدى رعد اللي يعتمد عليه بصورة كبيرة من الجهة اليمنى فريق أمانة بغداد، ولكن الكرة إلى رمية تماس، رمية جانبية تنفذ بهذه اللحظات، ولا زالت على الطرف الأيمن. هنا الدربكة وغيرت مسارها وتشتيت الخطر إلى خارج الملعب، مطالبة بركلة جزاء، لكن عباس صالح على ما أعتقد يطالب باستمرارية اللعب. سلامات اللي لاعب أمانة بغداد. وهنا القرار، حديث من حكم اللقاء، وعلى ما يبدو ضرب ركنية. نعم، سابع الركنيات، سابع ضربة ركنية لفريق أمانة بغداد. هنا عملية النهوض، مقتدى رعد ينهض للمتابعة، والكرة من الطرف الأيمن بالنسبة لأمانة بغداد. ضربة ركنية ليوث العاصمة على التنفيذ من الجهة اليمنى. الآن كرات الثابتة أمانة بغداد، والخطورة الآن، وهذه الكرة داخل منطقة الجزاء، والرأسية غابت لأن الكرة عالية وإلى خارج الملعب. كرة مرت إلى خارج الملعب بهذا التوقيت، وبذلك تصل للحارس عمار علي عبد الحسين. عمار هو من سينفذ هذه الكرة إذن، أو يتركها لزميله. على ما أعتقد يعاني من بعض الانزعاجات بالقدم اليمنى، لكن نتكلم عن أمانة بغداد. أكبر فوز هذا الموسم، فاز على نادي الصناعة 7-0 بمباراة الذهاب، وبمباراة الإياب 4-0 بالدور 32، وأيضا فاز على فريق المصافي بنتيجة 7-1، وفاز على النفط 4-0. نتكلم عن الفرق، أكثر فريق فاز بنتيجة 4-0 تحت 21 عام هو فريق أمانة بغداد. فاز على نادي الحسين ونفط الوسط والمصافي والكهرباء والنفط، كلها بنفس النتيجة 4-0. كرة من اليسار، المرور جميل، هذا للميناء. هل أعطاها مبدأ إتاحة الفرصة أو المخالفة؟ أكدها نعم بالنسبة لفريق الميناء، معها بطاقة. نعم، حديث الآن والمخالفة بالنسبة للميناء، حديث موجود. تكلم عن اللاعب حسن حامد اللي أمامك بالصورة بالرقم 12، هو هداف الفريق برصيد 13 أو 12 هدف مع فريق الميناء. حديث لا زال حاضر، وأيضا بالسلامة نتمنى السلامة للاعب فريق الميناء. ينهض من أجل المتابعة اللاعب والمهاجم حسين مقدام يمتلك برصيد 3 أهداف هذا الموسم، صنع 4 أهداف، يعني ساهم ب7 أهداف هذا الموسم. والكرة تنفذ بانتظار صافرة الحكم عباس صالح لاستئناف اللعب. قريبين من نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، والكرة من الطرف الأيسر الآن على التنفيذ للميناء. هل يسجل السفارة
أول الأهداف. الكرة تنفذ، الله، الميناء، هدف 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 للميناء بكرة مباغتة باغتت الكل، هدف برائحة الجنوب. نعم، رفعت الأشرعة وتحركت السفانة. هدف أول بالدقيقة 44. أبناء البصرة بكرة مباغتة يباغتون حارس المرمى صادق محمد طاهر، وهدف أول يصل بهذه اللحظات. نعم نعم نعم، انتظرنا ل44 دقيقة ليسجل الميناء من ثاني وصول له على مرمى الحارس صادق محمد طاهر، وبذلك هدف مقابل لا شيء بعد انتظار طويل. إذن السفانة الميناء يسجلون أول أهداف في اللقاء، هدف مقابل لا شيء. بالنسبة للميناء، ما هي ردة الفعل لفريق أمانة بغداد بعدما حاول ووصل وحتى على مستوى الكرات الثابتة 7 ركنيات تمكن من الحصول عليها فريق أمانة بغداد، لكن لم يستغل الكرات الثابتة، وبذلك الميناء سجل أول أهداف في اللقاء. 44 دقيقة هي كانت كافية بالنسبة للميناء، وبذلك ننتظر ردة الفعل، هل تصل أو هنالك هدف ثاني. هذه انطلاقة حسين مقدام يحاول، لكن هنا استمرارية اللعب. حديث مع حكم اللقاء عباس صالح، لكن تستأنف المباراة، ليس هنالك صافرة ولا مخالفة. والكرة من الطرف الأيمن لا زالت لم تغادر، لا زالت حاضرة، الآن تغادر بعد تدخل اللاعب حسين عبد القادر مدافع فريق الميناء. رمية جانبية الآن على التنفيذ. جعفر آيات يلعب كرة سريعة، لكن الأقرب حسين عبد القادر. تشتيت الخطر بهذه اللحظات، ولا زالت القمة مشتعلة ما بين الفريقين، ينتظرون التتويج ويبحثون من خلالها هذه الكرة السريعة. الآن لا زالت حاضرة وتشتيت الخطر، لكن صافرة تواجدت عن طريق الحكم عباس صالح. وهنا البطاقة الصفراء على ما يبدو على اللاعب حسين مقدام مهاجم فريق الميناء. نعم، بطاقة صفراء تواجدت بهذه اللحظات. كرة من الطرف الأيسر الآن، هذه تمريرة سريعة حاضرة، هل تصل ردة الفعل بالنسبة لفريق أمانة بغداد؟ هذه كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء لكنها إلى خارج الملعب. وقت الأصل انتهى، ونعيش أنا وإياكم ودخلنا بالوقت الممدد، الوقت البدل الضائع. ولحظات أخيرة على نهاية النصف الأول من هذه الحكاية. رواية لا زالت تكتب، وهنا 3 دقائق وقت بدل ضائع، 180 ثانية على نهاية شوط المباراة الأول، والميناء متقدم على أمانة بغداد بهدف نظيف حتى هذه الدقيقة. الكرة الآن دربكة الدفاعية وتشتيت الخطر بعد ذلك لتصل الكرة من الطرف الأيسر، ومرة أخرى صراع بدني حاضر ناجي ناصر، والكرات العالية من الطرف الأيمن الآن إيجاد المساحات وإيجاد الحلول، لكن الكرة بالنسبة لفريق أمانة بغداد يقف عليها الخط الدفاعي. نتكلم عن اللاعب حسن محمد، تبادل الكرات مع زميله ليث شهاب، وهذه الكرة السريعة بهذا التوقيت، وبعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية الآن، رمية تماس آخر لحظات شوط المباراة الأول. وهل هنالك ردة فعل بالنسبة لأمانة بغداد قبل نهاية النصف الأول؟ كرة لا زالت اصطدت وغيرت مسارها، وبذلك إلى رمية جانبية الآن، رمية تماس تنفذ بهذه الأثناء، وبعد ذلك الكرة سريعة إلى اليسار والقوة البدنية والصراعات الحاضرة، لكن الكرة مرت إلى رمية جانبية. هنا القائد هو من ينفذ الكرة، لكنها مستخلصة الآن. الميناء متقدم ويريد المحافظة على هذا التقدم، وهنا الانطلاقة، هنا الصراع البدني، وبذلك رمية تماس مرة أخرى
تنفذ الآن هذه انطلاقة، هذه محاولة مقطوعة بصورة جميلة ومحكمة عن طريق المدافعين. هنا مستخلص الكرة لا زالت قائمة أمانة بغداد، هذه خطيرة والسرعة المتواجدة، وبذلك الكرة تغادر إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة اللي أمامك بالصورة لاعب الميناء حسين عبد القادر، وقبله بالرقم 20 محمد قاسم. ايضا الحارس عمار علي على التنفيذ. تنفذ هذه الكرة من اليسار، اخر الثواني على نهاية شوط المباراة الاول، لكن الميناء يبحث عن هدف ثاني، لكن مستخلص الكرة من الطرف الايسر. هنا العودة مرة اخرى، انطلاقة نحو الامام، لا زال البحث عن الحلول، وهنا الحلول تغيب بالنسبة من الطرف الايسر، وتعود الكرة مرة اخرى سريعة الان. الاستلام الحاضر وتحضير اللعب للقائد ناجي ناصر، تبديل الكرة على الطرف الايسر الان، يقف عليها ويبحث عن المساندة، نتكلم، ولكن تواجدت صافرا لنهاية شوط المباراة الأول. لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، لنا عودة بشوط المباراة الثاني مع استراحة قصيرة. الميناء متقدم بهدف أمانة بغداد، لا شيء. ردة الفعل بالنسبة للكادر الفني للفريقين ماذا ستكون بمطلع شوط المباراة الثاني؟ برافو عليك، خطيرة خطيرة خطيرة، جول 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 محمود احمد يسجل اول اهداف المباراه في الدقيقه 65 من عمر المباراه. محمود احمد بعد كره كاسه كنت منهم لا يستاذن ولا يستثمرها، علي خليل يتوغل ويعيد الكره على طبق من ذهب الى محمود احمد اللي سجل ثاني اهداف هذا الموسم بعد ان فقد ذاك الموسم، يسجل اليوم في شباب الورود كره جميله يتوغل من خلالها علي خليل. علي خليل بصراحه هي كره حلوه على اللاعب، شوف 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 استاذ من اللاعبين مر علي خليل ايها الى محمود، محمود لعبها على العمود البعيد وسجل اول اهداف المباراه. شوف 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 السجل رائع 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 من علي خليل. علي خليل محمود احمد، ومحمود احمد على العمود البعيد يحرز اول اهداف المباراه لمصلحه نادي نصر البصره في الدقيقه 25 من المباراه، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد ان يسجل في سباق القاسم. شوف كره وارجع في خطا دفاع القاسم المدافع نادي الورود، ايه بالراس خطير في المصلحه الثاني مرقه بعد فتره جول 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 وعلى صالح يسجل هدف التعادل في الدقيقة 99. علي صالح يسجل في الدقيقة 99 هدف التعادل لفريق الورود. علي صالح في الدقيقة 99 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في سباق الورود. كرة عالية، شوفها 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 شوف الكرة، كرة ثابتة والرأس والفكر كرة عالية. علي صالح الحارس المقاطع، شوف المدافعين يسجل في الطريقة عن واردة واحدة يرفع الكرة في سباق الشامل ويسجل في التعادل. شوف الكرة الجديدة الصعيدة لكن التعادل وعلي صالح وهدف التعادل لفريق الورود بعد واحد واحد الآن، واحد واحد شوف الفلاح، شوف شوف علي صالح القائم من القادة يلعب الكرة بسهولة ويتواصل مع خط السجوات نفس الشيء علي صالح
عن الخطورة ومصدرها. هو مصدر الخطورة هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس. جول 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 جول. يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي؟ مندي والكرة الخطيرة، تصويبة، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة. جميلة لكيسيندا، كيسيندا يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، الزفانة
وأول الأهداف سفانة الجنوب. نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت في الحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس. شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة. بهذه الأثناء تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء. السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العمر. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ خطة اليوم من أجل كلمة السطور، من أجل كلمة العليق تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبح والفوزي، من وضع بالشباك ونسكنها مرمى صالح، من سجل الهدف الأول. إمام وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة كاتلام، يبادرون مبكرا، والمخرج ما زال عينه على فوز في الكرة الأخيرة. لاحظنا التي سجل هو الصبح وليس عصام، الكرة عالية ورأسية عصام. الصبح من سجل وليس فوزي، والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية انتهاء من نصر نيجيريا إلى المستنقرة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم بالقوة الجوية، ولكن يصل جماعة تلعب التساهل والارتباط، يبحث عن جميل، يبحث عن من يصل والارتباط. الله هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار والانتظار والمبادرة من القبول كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام تيبور من قصر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة السطور. تيبور يكون كلمة أيضا، تيبور يسجل أول أهداف مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح ومصطفى رعد هنا، راح مع هبوب الرياح. لاحظ هنا الكرة الأخيرة وصلت على اتجاه ويليام تيبور لوحدة مر، سدد كرة في يقصد ساوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين، كرة قوية جميلة من القائم يسبر من المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب. كرة سعد الآن يقف كرة كانت للصقور، سعد يتقدم على كرة الجول. على سكة الموت يكون الصقر ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هذه عودة الصقور، وقد عادت القافلة، وقد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر، وانعشقت من
الرياح جزءا من هوية هذا النادي. سعد علي عبد الجبار وسعد ينفذ على طريقة الكبار وفريق التاريخ يعود بثلاثي الآن على استاد التاريخ وفي جوار الفخر سيد التاريخ في بلاد الرافدين في جوار الفخر أبو بابا وأمام الأنظار الأسطوري الجديد إطلاقا مع الحاضر القريب. سعد يسجل يرجع على الامام يوسفي هل هو الرابع من يوسفي؟ هل هو الرابع يا يوسفي؟ الله اسد كبير يضع البصمه على رباعيه تاريخيه. الان سير الاسد على سير الاسد ياتي بشوكي من بلاده كبير يسار في بغداد. الكره من دون اوفسايد هل في اوفسايد؟ على حكم الفار وحكم الفار سيؤكد بان الهدف شرعي. يوسف وصالح بالمرة لا مجال لا محال. رباعية تاريخية عادت الصخور عادت إلى الثوب القديم ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق أنت تسير بيسرة النقيض وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتقر في هذا الفريق. هنا الحكاية يوسف بمواجهة فهد. ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم الله. هدف لأربيل. هولير يتقدم الإمبراطور وعن طريق مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي نعاود التحية ونعود لاستئناف شوط المباراة الثاني بعدما انتهى وانقضى شوط المباراة الأول. 45 دقيقة مرت وانقضت بتقدم فريق الميناء بهدف نظيف مقابل لا شيء بالدقيقة 44 بإمضاء المدافع محمد قاسم. الآن وصلنا لشوط المباراة الثاني. 45 دقيقة أخرى ستكتب من خلالها من هو بطل هذه المباراة، من بطل دوري العراقي تحت 21 عام ما بين أمانة بغداد وفريق الميناء. أيضا الآن ولا زالت المباراة بصافرة الطاقم التحكيمي بقيادة عباس صالح هي من تضبط أحداث هذه المباراة. أمانة بغداد مع المدرب كريم كردي اللي تبحث من خلالها أن يعودون بهدف التعادل. أما الميناء مع المدرب علي جاسم سلمان اللي يريد بذاته أن يسجل هدف ثاني من أجل الاطمئنان والتقدم بصورة أوضح وأجمل. هذا ما يتمناه الميناء وهذا ما يتمناه أمانة بغداد، والإجابة تبقى عند اللاعبين داخل المستطيل الأخضر هنا بأرضية ملعب التاجي، حيث الختام وحيث الذهب، حيث التتويج وحيث الوصيف وحيث البطل. هذه الأسئلة الكثيرة التي تدور بالأذهان والإجابة أمامك بالصورة عزيزي المشاهد. والمخالفة الآن لمصلحة فريق أمانة بغداد. على التنفيذ الآن من الطرف الأيمن أمانة بغداد بعد سلسلة من الكرات الثابتة بشوط المباراة الأول. أما بالنسبة للميناء الكرة الثابتة الثانية سجل من خلالها أول أهداف اللقاء. الآن سننتظر وسنشاهد أي خفايا وأي أسرار ستنتظرنا بشوط المباراة الثاني. شوط المدربين ماذا سيتكلم وماذا سيقدم كلا المدربين بهذه المباراة من أجل التتويج. مباراة اللقب تعتبر صعبة حتى على اللاعبين. هذه كرة لأمانة بغداد لكنها مرت إلى ضربة ركنية تحولت بعد ذلك بالنسبة لأمانة بغداد. وعندما نتكلم وذكرنا الكرات الثابتة 7 ركنيات بشوط المباراة الأول لم يستغلها أمانة بغداد، وهذه الركنية الثامنة بالمباراة والأولى بشوط المباراة الثاني. بالنسبة لأمانة بغداد ليث إشهاب على التنفيذ بهذه الكرة لأمانة بغداد على التنفيذ. هل يستغلونها هذه المرة؟ هل هنالك هدف
تعديل النتيجة لأمانة بغداد. عالية الكرة والرأسية طالت وتعود مرة أخرى. توجيهات أيضا حاضرة وصراع بدني موجود، والكرة إلى خارج الملعب. رمية جانبية بهذا التوقيت، رمية تماس أو مخالفة، ماذا أكد عباس صالح حكم اللقاء؟ نعم، رمية جانبية، ويتقدم على تنفيذها من هنالك اللاعب حسن محمد بكرة طالت إلى خارج الملعب. والهدوء لا زال حاضرا بهذه المباراة حتى عندما شاهدنا. شوف هنا اللقطات، هنا الجماهير، هنا الأهازيج وهنا الأفراح، هنا المؤازرة، المتواجدون بأرضية ملعب التاجي. سنة أنا وياكم لم نتعرف على البطل رغم تقدم الميناء، لكن لا زال هنالك الشوط بأكمله. ممكن تتغير المعطيات، ممكن أن نشاهد مفاجآت، ممكن أن تظهر من هنالك الأهداف بصورة أكبر، ممكن يعدل أمانة بغداد، وممكن يسجل الميناء هدف الثاني. كل هذه الأمور واردة بهكذا مباريات. نتكلم اي نعم هي مباراة تحت 21 عام، لكن هؤلاء هم نجوم المستقبل، هم من يمتلكون الموهبة. هنا السرعة حاضرة والحارس يتدخل. الحارس عمار علي هو من يتصدى لهذه الكرة بعد مرور 22 مباراة، وحصل على أو من خلال هذه 22 مباراة تمكن من المحافظة على نظافة شباكه ب 13 مباراة، وحتى اللحظة لا زال صامدا بهذه المباراة. إذن الكرة تصل من الطرف الأيسر بالنسبة لفريق الميناء، مرت بعد ذلك إلى خارج الملعب. هذا اللاعب السريع الخطير فيصل غازي، لاعب الجناح الأيسر بالنسبة للميناء، هذا هو القائد بحديث مع الحكم عباس صالح. والكرة إلى خارج الملعب. سالت الأجواء هادئة بشوط المباراة الثاني. التحفظ بصورة طبيعية أن يكون موجود، فريق متقدم بفارق هدف وحيد، ليس بالفارق الكبير. الكرة تنفذ عن طريق لاعبين الميناء، وبعد ذلك إيجاد المساحات، وهنا الصراع البدني. شوف المهارة الجميلة، الكرة العالية الآن، العالية أصبحت، وبذلك التشتيت، ولا زالت قائمة للسفانة. الله 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 على سحب الكرة. شوف حسين مقدام، شوف حسين مقدام والسرعة والرشاقة البدنية، لكن الكرة تحولت بعد ذلك على الطرف الأيمن هنا لأمانة بغداد. تمريرة لا زالت، سرعة حاضرة، هل يتمكن من اللحاق؟ اي نعم اي نعم، لكن مرت الكرة إلى خارج الملعب، مرت الكرة إلى خارج الملعب، وبذلك تصل لحارس المرمى عمار علي اللي يتركها بدورة إلى زميله مهدي هاشم على التنفيذ. مهدي هاشم هو من سينفذ هذه الكرة. نتكلم عن كل البطولات وكل المناسبات، كل هذه الأمور تشاهدونها عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نتكلم عن الدوري الممتاز، نتكلم عن نهائيات الدوريات الفئات العمرية، عن كرة اليد، كرة الطائرة، دوري نجوم العراق، كلها منقولة بشكل حصري عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هذه محاولة وفرصة للتعادل، والكرة مرت بصورة غريبة وعجيبة ومطالبة معها بركلة جزاء. حديث مع حكم اللقاء. بطاقات هذه المرة على القائد. نعم، إبراهيم حميد قائد أمانة بغداد يتحصل على البطاقة الصفراء بعد الاحتجاج والاعتراض على قرار الحكم اللي طالب من خلال المهاجم حسين مقدام بركلة جزاء. لكن بذلك الكرة تعود وتستأنف لمصلحة فريق الميناء بألوانه الزرقاء المعتادة بكل فئاته، سفانة الجنوب. وهنا كرة تعود للخط الدفاعي ليث شهاب، تمريرة اصطدت وغيرت مسارها إلى خارج الملعب. اي نعم، دقائق تمر، ثواني تنقضي. هذا هو المدرب كريم كردي، مدرب أمانة بغداد، والحديث اللي لا زال حاضرا من أجل العبور والتتويج، لكنهم متأخرون بفارق هدف حتى هذه الدقيقة. كرة لا زالت بالنسبة للميناء، لكنها تحولت إلى خارج الملعب. رمية جانبية الآن على التنفيذ. الميناء متقدم بهدف، أمانة بغداد يبحث عن هدف من أجل التعادل. نتكلم عن أمانة بغداد، هذا النادي اللي تأسس بسنة 1957. هذا الموسم اللي لعب 21 مباراة، فاز ب 12 مباراة وتعادل ب6 وخسر فقط ب3 مباريات. خسر فقط من الحدود ومن كربلاء
وفي مباراة الإياب بالدور الثمانية من الطلبة 3-2 لكنه تأهل. وهنا التمريرة الذكية هذه خطيرة للميناء، وممكن الهدف الثاني للسفانة، ممكن هدف ثاني للميناء، لكن طالت الكرة ولم تجد المتابعة ولم تجد الفينشنج بالكرة الماضية. هل هنالك هدف قادم بهذه اللحظات؟ لنشاهد، لننتظر الميناء والتحضير والكرة اللي لا زالت العرضية سريعة، وهنالك التشتيت الخطر على الطرف الأيمن بالنسبة لأمانة بغداد. هذه كرة طلاق الآن يجب أن تتكلم المهارات الفردية، يجب أن تكون هي النقاط الفاصلة. هنا السرعة الحاضرة بعدما قطعها محمد كريم، الله يا محمد، لكن لم تكتمل اللقطة، وبذلك لا زالت قائمة بالنسبة لأمانة بغداد. تحضير للبحث عن الخذوهات، عن الوان تو، هذه سريعة، هذه خطيرة، لكن حسين عبد القادر والكرة اصطدت ولا زالت قائمة. شوف الآن أمانة بغداد بالشوط الثاني بدأ يتحرك، بدأ يصل، والكرة لا زالت الآن، الله 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 على المرور الجميل والسرعة، لكن حسين عبد القادر لن يسمح له بالمرور، وبذلك الكرة مرت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ضرب ركنية. صراع بدني كان موجود عن طريق اللاعب مقتدى رعد، لاعب فريق أمانة بغداد المستلقي على أرضية الملعب أمامك بالصورة، والمدافع حسين عبد القادر مدافع الميناء بالرقم 50، والكرة إلى ضرب ركنية. تاسع الركنيات لأمانة بغداد. تكلم عن اللاعب مقتدى رعد اللي أمامك بالصورة من محافظة واسط، اللي سبق واللعب لفريق شباب الزوراء. والآن الكرة لمصلحة أمانة بغداد، ولا زال تفقد اللاعب مقتدى رعد المستلقي على أرضية الملعب، ويتدخل الكادر الطبي لمعالجة الأمور. فريق الميناء تحت 21 عام هذا الموسم في المجموعات لعب 18 مباراة، فاز ب13 وتعادل بمباراتين وخسر فقط ب3 مباريات. الميناء خسر فقط من الناصرية 2-0 بمباراة الذهاب، ومباراة الإياب أيضا خسر من الناصرية بنتيجة 2-1، وخسر من نفط البصرة 1-0. أكبر فوز للميناء 7-0 على نادي ميسان، وأيضا عاد وفاز على ميسان بخماسية مقابل هدف، وفاز على الغراف بثلاثية مقابل لا شيء. هنا أمانة بغداد، هنا الضربة الركنية تنفذ سريعة والرأسية، وإبعاد الخطر مرة أخرى إلى ضربة ركنية أخرى. كورنر الآن بالنسبة لفريق أمانة بغداد تنفذ، والكرات العالية، والحارس عمار علي يتصدى ويقف على كرته من أجل تهدئة الأمور وكسب بعض الثقة لإعطاها لزملاء. نادي الميناء متقدم بفارق هدف حتى اللحظة، ويعلم تماما مدى خطورة هذه النتيجة، ليست مطمئنة بكل المباريات، وحتى نتكلم بصورة أخص عن المباريات النهائية. سلامات سلامات سلامات. وهنا البطاقة الحمراء، هنا البطاقة الحمراء تظهر بهذه اللحظات. المهاجم حسين مقدام لم تكن لها داعي، فريقك متقدم بفارق هدف، لكن تواجد هنا التدخل والبطاقة الحمراء. لكن خلينا نتأكد من سلامة اللاعب. سلامات 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 اللي لاعب فريق أمانة بغداد، على ما أعتقد حسن محمد هو من يشكو من إصابة. شوف حسين مقدام يندب حظه اللي يمتلك برصيد 3 أهداف وصنع 4 أهداف. نعم، لحظة صعبة، لحظة صعبة، مباراة نهائية تلعب كل الموسم من أجل أن تصل لهذه المباراة، وعندما تصل للمباراة النهائية تتعرض للبطاقة الحمراء، وسيلعب فريقك الدقائق المتبقية منقوص العدد وفقد ضلع مهم من أضلاعه. أيضا بطاقة حمراء على المهاجم حسين مقدام مهاجم فريق الميناء اللي متقدم بهدف نظيف. الآن أمانة بغداد أمام فرصة من أجل تعديل النتيجة، لأنهم سيلعبون أمام الميناء وهم منقوصي العدد. تواجدت البطاقة الصفراء بشوط المباراة الأول على اللاعب حسين مقدام، والآن بعد التدخل على اللاعب حسن محمد ظهرت البطاقة الحمراء. هنا ممكن أول الفرص، والكرة بالكعب تعود لفريق الميناء، غادرت إلى رمي التماس.
نفذت رمية جانبية وبذلك الكرة تعود من الطرف الأيمن. وهنا الخطيرة هذه الفرصة لفريق الميناء، رغم النقص العددي ممكن يسجل هدف ثاني، لكن مقطوع الكرة. شوف المهارة وشوف السرعة وشوف الثقة، لكن محاصر وتمكن من إخراج كرته بهذه اللحظات. صراع بدني الآن، لكن هذه كرة من الطرف الأيسر، انطلاقة نحو الأمام، لا زالت قائمة بالنسبة للميناء. هل يتأثر السفانة بهذا الطرد؟ هل يتأثر السفانة بالنقص العددي؟ هنا اللاعب زيد علي هو من يستلقي على أرضية الملعب، يشكو من إصابة. سلامات يا زيد. زيد علي. تكلمنا عن الميناء، تكلمنا أيضا على مدرب فريق الميناء علي جاسم سلمان بإحصائياته وأرقامه المميزة هذا الموسم مع فريق الميناء. هو أيضا لعب للميناء ومثل الزوراء ودهوك ونفط البصرة، لاعب سابق اللاعب أو عفوا المدرب علي جاسم سلمان. 26 مباراة مع الميناء، فاز ب 19 مباراة، خسر ب4 مباريات وتعادل ب3 مباريات. لكن من الأرقام اللي يجب أن تذكر بأن فريقه سجل 51 هدف في فترة علي جاسم سلمان واستقبل فقط 18 هدف. هذه من الإحصائيات الجدا مميزة. وكرة الآن صافرة مرة أخرى عن طريق الحكم عباس صالح اللي يقود مجريات هذه المباراة. الحكم عباس صالح من محافظة بابل. والكرة الآن لفريق الميناء على التنفيذ الآن بالنسبة للسفانة. محمد كريم يلعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكنها أبعدت بصورة جميلة عن طريق حارس المرمى. تمرير الآن، البحث عن المساحة، وجدت المساحة، السرعة والبحث عن المساندة، نقل اللعب عن طريق لاعب إبراهيم حميد، لكن لا زالت قائمة لأمانة بغداد. فرصة لليوث العاصمة لكنها مرت وبعد ذلك تصل من الطرف الأيمن. تكلمنا عن حكم اللقاء عباس صالح من محافظة بابل، بكالوريوس تربية رياضية اللي انطلق في مسيرته التحكيمية بعام 2014 بموسم أيضا 2016 حكم بدوري الدرجة الثانية، وبعام 2021 أصبح من ضمن حكام الدرجة الأولى. إذن الآن المخالفة لأمانة بغداد، لا زالوا يبحثون عن فرصة، وهنا التغيير يأتي. تغيير يأتي بالنسبة لفريق أمانة بغداد، تغييرات وإضافة الدماء الجديدة بالنسبة للمدرب. كرار ظاهر هو الوافد الجديد. كرار ظاهر يشارك بهذه اللحظات. إذن مخالفة لأمانة بغداد، هذا هو كرار ظاهر، وهي الكرة اللي تنفذ بصورة سريعة وبعد ذلك اصطدت وغيرت مسارها إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى رمية تماس. تغييرات بدأت تصل، وهذه المرة عن طريق المدرب كريم كردي. ماذا سيفعل علي جاسم سلمان بعد النقص العددي والبطاقة الحمراء؟ هذا محمد كريم على التنفيذ الآن. تنفذ الكرة، خذوهات، مبدأ ال1-2 لكن بهذه المساحة الضيقة. إذن ما يقارب النصف ساعة أو 29 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، ولا زال التقدم لمصلحة فريق الميناء. كرة تنفذ الآن من الجهة اليسرى، صراع البدني الحاضر ما بين اللاعبين، لكن الكرة إلى رمية جانبية لفريق أمانة بغداد. هنا الحديث، هذا هو الهداف حسن حامد، يمتلك برصيد 13 هدف مع فريق الميناء. كرة تصل الآن على الطرف الأيمن لحارس المرمى. كرة تنفذ بهذه الأثناء. تراجع ملحوظ بالنسبة لفريق الميناء بعد النقص العددي، بعد البطاقة الحمراء اللي تعرض لها المهاجم. وهنا كرة تصل سريعة وبعد ذلك
الدربكة وتشتيت الخطر إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى خارج الملعب. هل هنالك ردة فعل لأمانة بغداد؟ هل هنالك هدف التعادل لاستغلال النقص العددي، أو يبقى الميناء صامدا؟ هل يبقى السفانة صامدا ومتقدما بهذه النتيجة؟ كرة من الطرف الأيسر الآن، أمانة بغداد، تمريرات متبادلة مع التوجيهات مع التحضيرات، وهنا الكرة الجميلة تصل للبديل كرار والرأسية وإبعادها عن طريق حسين عبد القادر، مدافع مميز يمتلك قوة جسمانية مميزة. وهنا الصراع أيضا على الطرف الأيسر ما بين اللاعبين، لكن لاعب أمانة بغداد والدخول والرأسية والتصويبة، وين التصويبة؟ وين اصطدت الكرة بالخط الدفاعي؟ لا زالت قائمة سرعة للبحث عن استغلال أي مرتدة بعدما تحول حسن حامد إلى مهاجم صريح. على ما أعتقد هذه هي الخيارات. ها هنا الكرة العالية والكرة مباغتة لكنها مرت إلى خارج الملعب. كرة كانت مباغتة على مرمى الحارس عمار علي. سلامات للاعب أمانة بغداد اللاعب حسين أحمد عليوي، يشكو من إصابة. حسين أحمد يشكو من إصابة اللاعب حسين أحمد عليوي، ونتمنى له السلامة. أيضا تغيير وحيد شاهدناه بالنسبة لفريق أمانة بغداد بإضافة اللاعب كرار ظاهر. وهنا الحديث، أيضا نستمع إلى الأحاديث وأيضا الجماهير المتواجدة بملعب التاجي. وبذلك الكرة للميناء على التنفيذ. مباراة النهائية للدور العراقي تحت 21 عام لفئة الرديف لا زالت قائمة ما بين السفانة وما بين ليوث العاصمة، ما بين الميناء وأمانة بغداد. هنا كرة مستخلصة لكنها إلى خارج الملعب. رمية جانبية بهذا التوقيت لمصلحة فريق أمانة بغداد تنفذ الآن، لكنها تمر إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب بعدما كانت بحوزة اللاعب حسن محمد. هنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على المدرب، ويوجد لاعب يشكو من إصابة. لا زال نعم هو حسين أحمد عليوي اللي غادر لتلقي العلاج. هنا كرة تنفذ بصورة سريعة بهذه الأثناء. تغيير أيضا قادم على ما أعتقد بالنسبة لفريق الميناء سيجري التغييرات بالرقم 36 هو الوافد الجديد بالنسبة للسفارة. ها هنا كرة من الطرف الأيمن لكنها سهلة لحارس المرمى. محمد ثائر كريم هو البديل القادم. محمد ثائر رقم 36، لكن من سيغادر؟ من سيترك مكانه؟ استمرارية اللاعب الآن عمار علي يلعب كرة لكنها إلى خارج الملعب. تغيير قادم، نعم تغييرين حتى على مستوى فريق أمانة بغداد. محمد باقر هو اللي يشارك بديلا عن اللاعب المصاب حسين أحمد عليوي. وبذلك بالنسبة لفريق الميناء يغادر فيصل غازي ويشارك اللاعب محمد ثائر الرقم 36. ومن هنالك غادر اللاعب حسين أحمد عليوي وشارك محمد باقر بالرقم 5. هذه التغييرات، هذه الإضافات، هذا ما يريد المدربين، عملية قراءة المباراة من جانب الكادر التدريبي، ويعلمون تماما بأن الأوقات المتبقية هي أوقات ليست بالكثير، لكن من الممكن أن تحضر المفاجآت. من الممكن، هذه مباراة نهائية. المباريات النهائية دائما يقولون عنها تكسب ولا تلعب. نتائج هي أهم الأشياء بالمباريات النهائية، أن تقدم أداء ليس كافيا، أن تمرر، أن تصنع الفرص. لا 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 لا، حدثني عن الأهداف، حدثني عن النتائج، حدثني عن اللي يخليك تتوج بطلا لهذه القمة. كرة تصل الآن لكنها
بعيدة على الخط الدفاعي والأقرب لحارس المرمى الآن صادق محمد طاهر كادر الفني بالنسبة لكريم كردي، ويساعد أيضا محمد سعدون هذا المدرب المميز اللي هو ومحمد عبد الحسين من أفضل مدربي الفئات العمرية. نتكلم عن أمانة بغداد وعن الميناء، هم صناع الأجيال واكتشفوا نجوم كثيرين. نتكلم عن محمد سعدون اللي أيضا تخرج على يد نجمنا الدولي علي عدنان وكثير من الأسماء، ووصل أكثر من مرة إلى المباراة النهائية، مرتين خسرها بركلات الترجيح. المدرب محمد سعدون أيضا تربط ذكريات سيئة ذكرنا لكم بملعب التاجي. شوف المرور الجميل بهذه اللقطة، لأنه خسر مباراة نهائية بركلات الترجيح ضد نادي الشرطة. هنا كرة تنفذ ولا زال حسين عبد القادر مدافعا صليبا يقف من أجل إبعاد الخطورة على مرمى. كرة الآن على الطرف الأيمن، الآن مباراة النهائية على اليمين، تبادل للكرات وسريع الكرة بهذا التوقيت تصل بالنسبة لفريق الميناء اللي يبحث بعد النقص العددي، اللي تعرض له، لكنها مرت الكرة. اذن كرة لمصلحة الحارس عمار علي. ملاحظين ان كل الكرات عندما تصل الى ضربة مرمى لا ينفذها الحارس عمار علي، بل يتركها للمدافعين مهدي هاشم او محمد قاسم. تنفذ الكرة الان بهذه اللحظات، تصل بمنتصف الملعب رأسية، وبذلك تعود مرة اخرى صراع بدني من اجل الحصول على الكرة. وهنا البديل اللي شارك قرار ظاهر، تعود مرة اخرى لفريق أمانة بغداد، هذا هو القائد بالرقم 8 إبراهيم حميد، والكرة من الطرف الأيمن لإيجاد المساحة، لكن بعد ذلك تحضير وإلى خارج الملعب. مباراة أصبحت مغلقة، أصبحت صعبة، حتى وأن تواجدت البطاقة الحمراء وحتى وأن الميناء يلعب منقوص العدد، لكن الفريق لا زال متماسكا دفاعيا إلا إذا تواجدت الثغرات والكرة إلى خارج الملعب. تحدث عن التركيز بهذه اللحظات، وبذلك الكرة مرت إلى الحارس الآن عمار علي. التغييرات اللي أجراها المدربين وهل تأتي بثمارها؟ وعلى التنفيذ عباس صالح يأتي أو يعطي مبدأ استئناف اللعب، والكرة تصل الآن للخط الدفاعي لأمانة بغداد. المباراة أصبحت نوعا ما أصعب بشوط المباراة الثاني. ها هنا الكرة ملعوبة بصورة سريعة، انطلاقة نحو الأمام، هل يبحث من خلالها أمانة بغداد؟ لكن الكرة تصل سهلا. نتكلم عن المهاجمين، اللاعب حسين ضياء هداف الدوري برصيد 18 هدف. هنا التغيير القادم، جعفر عدي صبار سيشارك مع أمانة بغداد. من سيغادر بهذه اللحظات؟ تغييرات المدرب كريم كردي لا زالت متواجدة بهذه المباراة، وبالأخص بهذه اللحظات اللي يعلم بأنها صعبة. وكرة من اليسار لا زالت قائمة بالنسبة للميناء، مرور جميل، لا زالت الله 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 الله، لكن الحارس موجود. صادق محمد طاهر، صادق محمد بهذه الكرة اللي تعملق فيها وتصدى لها، وعادت مرة أخرى لفريق الميناء. كرة من اليسار، بعد ذلك حاضرة بمنتصف الملعب. تغيير القادم ومن يغادر والأسئلة الكثيرة اللي تدور بالأذهان. وأمانة بغداد لا زال متأخرا حتى هذه اللحظة بهدف سجل للميناء المدافع محمد قاسم بكرة كانت مباغتة من كرة ثابتة مع دربكة من المدافعين، وصل من خلالها وسجل بالدقيقة 44. الآن الميناء، وهذه فرص الميناء الأزرق، هل يتأثر؟ وهنا كرة تعود والصافرا
بهذا التوقيت. لا 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 لم تتواجد الصافرة. استمرارية اللعب الكرة من اليسار بالنسبة لفريق الميناء، والكرة طالت إلى خارج الملعب. هذا التغيير القادم، تغيير القادم لأمانة بغداد. جعفر عدي صبار هو من يشارك بالرقم 24، ومن هنالك اللي غادر محمد صالح. كرة تصل مرة أخرى داخل منطقة الجزاء لكن مستخلصة، والسرعة الحاضر. شوف كل ما يريد الميناء هو خلق مرتدة واستغلالها. وهنا الحديث، هذا البديل اللي شارك بالرقم 36 محمد ثائر. محمد ثائر لا زال بصراع بدني مع لاعبين أمانة بغداد، ويعود مرة أخرى العرضية اللي اصطدت تصل مرة أخرى. نشاهد الآن دقائق لا زالت تمر، وأمانة بغداد لم يستغل النقص العددي للميناء حتى هذه اللحظة. كرة لا زالت اصطدت بعد ذلك إلى رمية جانبية. هل هنالك تغيير آخر أو ماذا؟ أو توقف لشرب المياه وتلقي أيضا التوجيهات والحصول على بعض الراحة. أجواء حارة على مستوى حالة الطقس. وماذا سيفعل المدرب كريم كردي المتأخر بفارق هدف؟ بدور المجموعات تصدر الفريقين مجموعتهم، لكن نتكلم بالدور 32 أمانة بغداد لعب أمام الصناعة وتجاوزهم ب7 مقابل لا شيء، والمباراة الإياب 4-0. لكن بدور 16 3-1 على فريق الرمادي بمباراة الذهاب، ومباراة الإياب التعادل 2-2. أما بالدور 8 فاز على الطلبة 2-0، وبمباراة الإياب خسر من الطلبة 3-2. أيضا التغييرات اللي أجريت بهذه اللحظات، وأيضا بمشاركة ثاني هدافين الدوري كريم كردي، يستخدم كل اللاعبين المميزين بهذه اللحظات بعد مشاركة اللاعب جعفر عدي صبار اللي يمتلك برصيده 15 هدف هذا الموسم، ثاني هدافي الدوري بعد المهاجم اللي يمتلك برصيده 18 هدف اللاعب حسين ضياء. ايضا هل تأتي التغييرات بثمارها؟ هل هنالك الحلول؟ توجيهات لا زالت حاضرة. كريم كردي مدرب فريق أمانة بغداد. استئناف اللعب، كرة تصل من الطرف الأيسر. الميناء إلى متى سيبقى متماسكا بخطوط الدفاعية؟ وهل يظهر أمانة بغداد لأن يسجل هدف لتعديل النتيجة؟ هذا الكرة تصل من اليسار بالنسبة لأمانة بغداد. صراعات البدنية والقوة الجسمانية متواجدة أيضا، لأن الأوقات تمر واللياقة البدنية وعامل القوة البدنية أشياء كثيرة، وهنا المخالفة تؤكد بهذه اللحظات. الحكم عباس صالح يؤكد المخالفة. ما يقارب الربع ساعة أو أقل هو المتبقي على نهاية هذه المباراة، ولا زال الميناء متقدما بهدف نظيف. علي جاسم سلمان ماذا سيفعل؟ هنا كرة تنفذ من الطرف الأيمن، وبذلك الكرة لا زالت حاضرة. الآن الانتظار، تمريرة أولى وثانية وللبحث عن المزيد، لكنها تصل بمنتصف الملعب. تمريرة عالية جميلة وذكية بالنسبة للأمانة. أمانة بغداد يبحث عن الكرات من أجل الوصول إلى مرمى الحارس عمار علي،
ولا زالت المحاولة، لكن هنا من بعيد والتسديدة القوية اللي اصطدت بهذا التوقيت. شوف لاعبين الميناء كل ما يريدونه هو إبعاد الخطر وتشتيت الكرات والتراجع للتماسك من أجل المحافظة على هذا الهدف، لكن أمانة بغداد سيبحث بأي طريقة من أجل التعادل. كرة لا زالت من اليسار، تمريرة سريعة تصل بهذا التوقيت لكن من دون أي تركيز بالنسبة للمهاجم فريق الميناء حسن حامد. هنا الانطلاق، ليث شهاب اللي يمرر بدورة على الطرف الأيمن، ولا زالت الكرة لم تغادر بعد. عودة مرة أخرى لفريق الأمانة، أمانة بغداد بمنتصف الملعب يبحثون عن الاندفاع نحو الأمام لإيجاد المساحات، لإيجاد الحلول، لإيجاد أي ثغرة ممكنة اللي يبحث من خلالها من أجل هدف لتعديل النتيجة. هذه كرة من بعيد، هل يسدد من هذه المسافة؟ لا لم يسدد. اختار لاعبين الميناء بأن يشتتون الخطر، وبذلك الكرة تعود مرة أخرى على اليمين لفريق أمانة بغداد. هذه كرة خطيرة بالنسبة للأمانة لكنها تمر إلى خارج الملعب، مرت بعيدا وضربة مرمى للحارس عمار علي. عمار علي يتركها للخطوط الدفاعية، هم من يتكفلون بتنفيذ ضربة المرمى، وبالأخص اللي أمامك بالصورة اللاعب مهدي هاشم. مهدي يلعب كرة الآن تصل من الطرف الأيمن، وبعد ذلك الاستعادة بمنتصف الملعب. تمريرة اللي وصلت طريق البديل كرار ظاهر، بديل الآخر اللي يعول عليه المدرب كريم كردي جعفر عدي صبار. وهنا الكرة من الطرف الأيمن تلعب بصورة سريعة لكنها اصطدت وعادت مرة أخرى رأسية متواجدة بمنتصف الملعب. وهنا البحث عن المرتد، الميناء يريد هدف ثاني، الميناء لا زال طامحا، لا زال يبحث. وهنا الكرة للسفانة من الجهة اليسرى، تحضير بصورة أرضية لكن كرة مستخلصة من مدافعين لاعبين أمانة بغداد. يجب عليهم الاندفاع إن أرادوا التعادل، فمتبقي 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، آخر 10 دقائق. هل تكشف لنا عن المفاجآت؟ هل هنالك أمور كثيرة لا نعلمها لنشاهد لنتابع؟ يا من تتابعوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي المباراة النهائية لدوري الرديف، مباراة الختام للدوري العراقي تحت 21 عام ما بين الميناء وأمانة بغداد. وهنا الكرة تنفذ والرأسية لكنها تمر إلى خارج الملعب. عمار علي تصل الكرة للحارس عمار علي. تكلم عن أمانة بغداد اللي تأهل للمباراة النهائية على حساب القوة الجوية بالنصف نهائي بعد الفوز على الجوية بمباراة الذهاب والإياب، بالذهاب 2-1 لأمانة بغداد وبالإياب 3-1. والميناء اللي تأهل على حساب دهوك بعد الفوز على دهوك بمباراة الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2-0 كلا المباراتين، ووصل لمباراة الختام، مباراة التتويج اللي أمامك بالصورة، اللي لا زال من خلالها يبحث أمانة بغداد عن إيجاد الحلول. أما الميناء يقاتل من أجل المحافظة على هذا الهدف، على هذا التقدم، لكن أمانة بغداد وممكن هدف التعادل. شوف سوء الاستلام بالكرة الماضية، وبعد ذلك تعود مرة أخرى للخطوط الدفاعية. خط الدفاعي حسن علي، تمريرة تصل من الطرف الأيمن، البحث عن العرضية داخل منطقة الجزاء، وحارس المرمى هو الأقرب عمار علي يتصدى لهذه الكرة. يتصدى الحارس. خطوط الدفاعية لا زالت مميزة بالنسبة للفريقين، لولا الكرة ثابتة لما شاهدنا هدف اللاعب محمد قاسم، لكن العكس الآن نشاهد عن الكرات الثابتة غابت نوعا ما نسبيا بشوط المباراة الثاني، والمباراة أصبحت مفتوحة بصورة أكبر بالنسبة لأمانة بغداد. هنا البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء تواجدت
بهذه اللحظات، لكن لم نشاهدها بصورة أوضح على من كانت. هل هي للاعب جعفر عدي صبار؟ لأنه كان موجود بالصورة. كرة من الطرف الأيمن الآن، البحث عن الدوران وتمريرة من اليمين لا زالت لم تغادر، الآن غادرت إلى خارج الملعب. ماذا يؤكد حكم الراية؟ يؤكد بأنها للحارس عمار علي. أوقات تمر، ثواني تمر، لحظات تنقضي، والنهائي الدوري العراقي لفئة الرديف لا زال متقدما الميناء 1-0، ولا زال أمانة بغداد يبحث عن التعادل. أن وصل هدف التعديل سنذهب إلى الأشواط الإضافية. كرة تصل الآن من الطرف الأيمن وبعد ذلك على اليسار. البحث عن الحلول، قرار ظاهر يختار العودة إلى زميله بالخط الدفاعي حسن محمد. وهنا الدوران مع الكرة عن طريق اللاعب ليث شهاب ممتاز بعملية إخراج الكرة، ولا زالت قائمة من الطرف الأيمن لإيجاد الحلول، لإيجاد المساحة. هذه خطيرة لأمانة بغداد، تمريرة جميلة، متابعة وين هي كرة جعفر عدي صبار، وهذه كرة بمنتصف أو بداخل منطقة الجزاء، وعودة مرة أخرى من الطرف الأيمن عالية الكرة، والرأسية والإبعاد عن طريق اللاعب حسين عبد القادر لا زال يقدم مباراة كبيرة. وهنا كرة سريعة والرأسية وإلى خارج الملعب. كانت قريبا النيران الصديقة. هل حسدناك يا حسين عبد القادر؟ الرقم 50 مدافع مميز، ولكن هذه الرأسية كانت خطيرة على مرمى حارس وزميل عمار علي. بذلك الضربة الركنية الآن على التنفيذ. أمانة بغداد 10 الضربات الركنية، هل يستغلونها هذه المرة؟ لأمانة بغداد صافرة عباس صالح للاستئناف، والكرة السريعة والرأسية أبعدت بهذه اللحظات، ولا زال البحث عن المساحات. كرة إلى رمية جانبية الآن، رمية تماس، والأوقات تمر. 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي بهذه المباراة. وها هنا محمد كريم اللي أمامك بالصورة. محمد كريم يلعب كرة سريعة بهذا التوقيت، البحث عن التمريرات لإيجاد أي مساحة بالخطوط الهجومية، لكن هنا الكرة لمصلحة فريق أمانة بغداد تعود مرة أخرى. يبحث من خلالها عن التمرير ليث شهاب أو زميله من اليسار. تحضير الآن لكرار ظاهر اللي شارك كبديل. هنا النقلة، هنا الكرة بالنسبة لي جعفر آيات، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، الدربكة الحاضرة بهذه الأثناء، والكرة من الطرف الأيسر، رأسية وإبعاد، ولا زال الضغط حاضر من أمانة بغداد، والكرة إلى رمية تماس على التنفيذ. جعفر آيات بالرقم 25. جعفر آيات تصل الكرة مرة أخرى بمنتصف الملعب، ولا زال البحث عن هدف التعادل. هنا المطالبة بلمسة يد ويؤكدها حكم اللقاء. تنفذ الآن أو بانتظار الصافرة، ينتظرون الصافرة لتنفيذ هذه المخالفة. مخالفة لأمانة بغداد، هل يفعلونها بنفس السيناريو؟ على التنفيذ لأمانة بغداد، الكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب محمد باقر اللي نفذت، والرأسية بعد ذلك لا زالت قائمة. هنا الدربكة والقوة البدنية والصراع والتمويه الممتاز، لكن تشتيت الخطر حاضر بالنسبة لفريق الميناء. كل ما يفعلونه فريق الميناء وتشتيت الخطر، هذا الشيء طبيعي. لديهم لاعب أو منقوصين العدد يلعبون بنقص لاعب بعدما تعرض حسين مقدام للطرد بالبطاقة الحمراء. هنا كرة من الطرف الأيمن تنفذ سريعة، وبعد ذلك إلى رمية جانبية. رمية جانبية لأمانة بغداد.
تنفذ الآن على اليسار. هل تستمر سلسلة هذه اللعنة بالمباريات النهائية لأمانة بغداد بعدما خسر نهائي فئة الشباب بركلات الترجيح أمام الشرطة، وأيضا نهائي دوري الشباب أمام الميناء بموسم 2022. موسم 2021 ضد الشرطة المباراة النهائية خسرها أمانة بغداد بركلات الترجيح، وبموسم 2022 أيضا خسر من الميناء بركلات الترجيح. نتكلم أيضا على فئة الشباب، لكن نتكلم على فئة الرديف. اليوم أمانة بغداد أمام مسؤولية صعبة أمام الميناء اللي متقدم بهدف والأوقات الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. هل هنالك مفاجأة بالنسبة لهذه المباراة أو تبقى النتيجة كما هو الحال؟ لا نعلم. لنشاهد. هل هنالك تغيير؟ هل هنالك إضافة؟ والحكم الرابع يحمل الرأي من أجل أن يقدر الوقت البدل الضائع. بطاقة صفراء على لاعب الميناء بداعي تأخير تنفيذ هذه الكرة. مهدي هاشم هو من تأخر، وهنا الكرة لمصلحة الميناء صافرة حضرت بهذا التوقيت، صافرة للسفانة. حسن حامد مهاجم وهداف الفريق يتركها لزميله للتنفيذ الآن. أيضا مخالفة للميناء تنفذ بهذه اللحظات. يتقدم للميناء سريع الكرة مباغتة الآن، لازالت لم تغادر. حسن حامد يبحث عن صراع بدني لكنها صافرة ومخالفة لأمانة بغداد. 5 دقائق وقت كبدل ضائع، 5 دقائق على نهاية هذه المباراة. أمام أمانة بغداد 5 دقائق إذا أراد التعادل والذهاب إلى الأشواط الإضافية، وأمام الميناء 5 دقائق للمحافظة على هذا التقدم والتتويج بطلا للدوري العراقي تحت 21 عام. هذه ال5 دقائق ستكشف لنا من خلالها أمور كثيرة. خلينا نشوف وخلينا نشاهد وخلينا نستمتع. الآن ستصل الرغبة، والآن سنشاهد مباراة مختلفة بهذه ال5 دقائق الأخيرة. كرة من الطرف الأيمن الآن تنفذ سريعة بهذه اللحظات داخل منطقة الجزاء، لكن العرضية لم تكن بالصورة الكافية، وبذلك الكرة تمر وإلى خارج الملعب. يريدون لاعبين الميناء استغلال الأوقات بأي طريقة ممكنة، يريدون المحافظة على هذا التقدم من أجل التتويج، وهذا الحق مشروع لفريق متقدم ولديه بطاقة حمراء. لكن أمانة بغداد صراحة قدموا شوط ثاني مختلف، لكن كانت تنقصهم اللمسات الأخيرة والوصول إلى مرمى الحارس عمار علي. لم تنتهي الأمور بعد، لا زال هنالك المزيد، لا زال هنالك المزيد، والتسديدة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. الحارس عمار علي استعرض مهاراته. قلت لكم هذا الحارس 22 مباراة، 13 مباراة حافظ على نظافة شباكه، وهذه المباراة رقم 14، لكن هذه المباراة لم تنتهي بعد. إذن مهدي هاشم يلعب كرة سريعة بهذا التوقيت من الطرف الأيمن. لا زالت المحاولة ولا زال الوصول، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. أوقات تمر، ثواني تمر، لحظات تمر، ومعها الأعصاب ومعها الإثارة ومعها الطموح من أجل التحقيق، من أجل اللقب، من أجل تعب الموسم بأكمله، من إصابات، من جهد. هذا ما يريد كل اللاعبين، أن تحملوا كل الظروف. واليوم ليلة الختام، هنا التدخل وهنا الصافرة وهنا المخالفة للميناء، مخالفة لمصلحة الميناء. أوقات صعبة يعيشها الفريقين. هنا يوجد تغيير. علي حيدر عدنان لاعب فريق الميناء هو من سيشارك بهذه الأثناء.
هل يجرى التبديل الآن؟ نعم يجرى التبديل، ويغادر حسن حامد هداف الفريق، ويشارك علي حيدر عدنان. هذا اللي أمامك بالصورة بالرقم 77. والكرة العالية من الطرف الأيمن لا زالت لم تغادر. على ما يبدو غادرت. أول لمسة علي حيدر عدنان، والكرة من الطرف الأيمن. الهجمات الأخيرة، وأمانة بغداد لا زال يحاول من أجل هدف لتعديل النتيجة، والتسديدة القوية لكنها مرت إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة، يندب حظا لاعب فريق أمانة بغداد. الأمور صعبة، هذا هو مقتدرات. بغض النظر عن الفائز وعن الخاسر بهذه المباراة، فريقين وصولهم للمباراة النهائية بحد ذاته إنجاز. ونقول من الآن للي يخسر هذه المباراة لا يجب أن تفقد الأمل، فلا زال هنالك طموح يجب أن يبقى. وهنا الميناء لهدف ثاني، للهدف الثاني. التسديدة اللي اصطدت لكنها تعود لأمانة بغداد. ليس كل سقوط يعني نهاية، فسقوط المطر هو أجمل بداية. ولا زالت المباراة لم تنتهي بعد. حاولوا واجتهدوا وابحثوا حتى اللحظات الأخيرة. هنا التمويه المميز، والكرة من الطرف الأيمن. آخر هجمات اللقاء، والكرة العالية الآن والرأسية لكنها مرت إلى خارج الملعب ولحارس المرمى. بدأوا لاعبين ودكة الميناء يحتفلون، والعاشقين والمحبين بانتظار سماع صافرة الختام من أجل التتويج بهذه القمة. والكرة لحارس المرمى الآن عمار علي عبد الحسين. آخر اللحظات، آخر الثواني، آخر اللحظات، وهنا تعب الموسم بأكمله ينتظر. والكرة تعود الآن بهذه اللحظات، والكرة لا زالت من اليسار. لم تنتهي الأمور بعد، لم تطلق الصافرة، لا زالت المحاولة، لا زال هنا كسب البعض من الوقت. مرور جميل، تلاعب الآن، وانتهت الأمور. خلاص الميناء أبطالا للدور العراقي تحت 21 عام. مبارك للسفانة، مبارك لفريق الميناء، مبارك هذا الانتصار المهم، مبارك هذا تعب الموسم بأكمله. إذن الميناء أبطالا على حساب أمانة بغداد. مبارك لسفانة الجنوب، لسفانة البصرة، وهارد لك لليوث العاصمة أمانة بغداد. قدمتم مباراة جميلة بهذه الليلة الكروية الرائعة. إذن مباراة جميلة قدمت بأجمل طريقة ما بين الفريقين. أمانة بغداد حاول بكل الطرق، لكن هي أرادت السفانة، هو اللقب أراد الميناء. فلذلك مبارك لفريق الميناء، وهارد لك لأمانة بغداد. علي جاسم سلمان مدرب الميناء يبصم على اللقب وعلى الدوري هذا الموسم. هارد لك للمدرب القدير كريم كردي اللي قدم أيضا دوري وموسما رائعا. الشكر موصول لطاقمنا التحكيمي عباس صالح، محمد حامد كيوان، وحسين ماجد، وكل العاملين على إنجاح هذه الأمسية. أيضا لحظات على التتويج، وأرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. وعلقكم حسين سمير وصفا لهذه المباراة الختامية. وأيضا هنا الصور التذكارية تلتقط أيضا لأمن الملاعب مع الطاقم التحكيمي وكل الحاضرين بملعب التاجي. أيضا انتصار مهم وأفراح هنالك أو لمصلحة فريق الميناء. أيضا تنشر الأفراح كذلك بمحافظة البصرة، بصرة الفيحاء. وهنا اللحظات بعد سلسلة من موسم صعب مر بهذا الموسم ما بين الفريقين. وصلوا واجتهدوا وحاولوا وتعرضوا لأزمات وأيضا إصابات. نتكلم عن اللاعبين بصورة عامة من ضغوطات وجهد بدني، لكن وصلوا للمباراة النهائية وقدموا أداء مميزا ورائعا حتى هذه الليلة.
مباراة الختام انتهت بانتصار الميناء بهدف نظيف. سجل اللاعب محمد قاسم مدافع فريق الميناء بالدقيقة 44 من كرة عالية مباغتة باغتت المدافعين، وبذلك انتصر فريق الميناء أبناء البصرة الفيحاء. هذا اللحظات ونستكمل أنا وياكم تتويج هذا اللقب وهذا الدوري. لحظات على التتويج. دائما المباريات النهائية يكون لها طعم خاص وطابع مختلف، بالأخص هي مباريات لا تقبل القسمة على اثنين إطلاقا، يجب أن يكون هنالك فائز وهنالك خاسر. ليست مباراة مجرد 3 نقاط، لا، هي مباراة تتويج، مباراة لقب، مباراة مركز أول ووصيف، تتويج الذهب والحصول على الفضة. هذا ما يحصل بالمباريات الختامية. لحظات ونصل للتتويج، لتتويج السفانة الميناء بلقب الدوري العراقي تحت 21 عام بعد الانتصار على أمانة بغداد بهدف نظيف سجل محمد قاسم بالدقيقة 44. مراسم التتويج لا زالت حاضرا، ودقائق ولحظات قليلة على تتويج الميناء. طاقم التحكيمي حديث أيضا مع رئيس رابطة مشجعين المنتخب العراقي مهدي الكرخي، وأيضا فراس بحر العلوم. لحظات على التتويج. أعضاء الاتحاد المتواجدين من ضمنهم عضو اتحاد الكرم كابتن فراس بحر العلوم،
هنا وصلنا إلى منصة التتويج، وبداية مع الطاقم التحكيمي بقيادة عباس صالح ومحمد حامد وكيوان وحسين ماجد يحصلون على الميداليات على منصة التتويج. قائمين على هذا الحفل وعلى هذا التتويج. وهنا يتفضل صاحب المركز الثاني لاعبين فريق أمانة بغداد وسط تصفيق وتحية من البطل فريق الميناء. الأجواء الرياضية والأجواء الجميلة حاضرة بملعب التاجي. يحصلون على الميداليات فريق أمانة بغداد اللي قدموا موسما استثنائيا واستحقوا الوصول للمباراة النهائية، اللي تأهلوا على حساب القوة الجوية بنصف نهائي. وأيضا نتكلم عن البطل الميناء اللي سيتوج بعد لحظات بكأس دوري العراقي تحت 21 عام. نزلت تقدم الآن الميداليات للوصيف فريق أمانة بغداد، وبعد ذلك سيتقدم فريق الميناء البطل للحصول على الجوائز كذلك. إذن هذا هو كأس الدوري العراقي تحت 21 عام، أو هذا كأس المركز الثاني. يتفضل القائد إبراهيم حميد. إبراهيم حميد يستلم كأس المركز الثاني بالنسبة للوصيف أمانة بغداد. مبارك لهم وصولهم للمباراة النهائية وعلى تقديمهم هذا الموسم المميز. وبذلك الآن يتفضل الكادر التدريبي والفني لفريق الميناء للحصول على الجوائز وعلى الميداليات. ميداليات تذكارية ستبقى، هذا اليوم المميز سيبقى عالقا بالذكريات. يوم مميز بتاريخ مميز بالنسبة للميناء اللي قطعوا المسافات من البصرة إلى العاصمة الحبيبة بغداد وتوجوا أبطالا للدور العراقي تحت 21 عام. مبارك مرة أخرى لفريق الميناء، هارد لك لأمانة بغداد. مباراة كانت جميلة ما بين الفريقين، وبذلك الآن لاعبين الميناء يحصلون على الميداليات. هذا هو الحارس عمار علي اللي يكمل مباراة رقم 14 كلين شيت، لم يتلقى فيها أهداف. أرقام مميزة أيضا تحسب لكل اللاعبين. نتكلم عن الهداف حسن حامد اللي سجل 13 هدف هذا الموسم. ولا زالوا لاعبين الميناء يحصلون على الميداليات وسط تصفيق حار ومؤازرة من العاشقين والمحبين. بالنسبة للسفانة الجنوب فريق الميناء زالوا اللاعبين يحصلون على الميداليات وبعدها على كأس المركز الأول. لننتظر ونشاهد. لحظات على التتويج. شكر موصول أيضا لكل من قدم يد العون، لكل من كان له بصمة بهذا الدوري وحتى المباريات النهائية. شكر موصول أيضا للجنة المسابقات السيد يوسف اللي كانت له بصمة واضحة، وأيضا إعلام الفئات العمرية علي حسين محابس وكل القائمين وكل الحاضرين. إذن لحظة الختام ودرع الدوري العراقي تحت 21 عام سيحصل عليه القائد
بهذه الثواني بهذه اللحظات. إذن فريق الميناء بطلا للدوري العراقي تحت 21 عام، القائد ناجي ناصر، ورفع الآن رفع الدوري، لقب الدوري، درع الموسم، وحصد هو البطل الميناء. نعم مبارك للسفانة، مبارك للميناء هذا التتويج وهذا اليوم المميز وسط أفراح حاضرة بملعب التاجي، والأفراح هنالك بمحافظة البصرة الفيحاء. مبارك مرة أخرى هذا التتويج، هذا الانتصار المهم والجميل. تعب الموسم بأكمله، حصاد الموسم بأكمله، يتوج بالألوان الزرقاء لفريق الميناء. السفانة يحتفلون بهذا اللقب، يحتفلون بهذا الإنجاز، يحتفلون بهذا النجاح. نعم طريق النجاح دائما ما يكون صعب، لكن لحظات التتويج تنسي كل هذه الأمور والمصاعب اللي مر بها الفريق. مرة أخرى وآخر مرة نقول مبارك لفريق الميناء، وهارد لك لفريق أمانة بغداد، على أمل أن نلتقيكم بمواعيد أخرى. أرجو أن أكون وفقت في التعليق على هذه المباراة. لكم مني خالص التحية، وتقبلوا تحياتي المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.